يعني انت في شهر 8 9 10 الثانويه العامه الحقيقيه لسه ما بداتش. طبعا بكرة امتحان الفيزياء، أكتر مادة حرفيا تعبت فيها طول السنة بجد. وساعة تلج رايح دلوقتي على الامتحان. ظهرت النهارده بتاع التالتة ثانوي اللي فاتت. لسه بحاول اظبط نومي الفترة دي. بحاول اسجل رحله الثانويه العامه بتاعتي كامله، بلاقي كده رحله زمنيه للثانويه العامه متقال فيها كل المشاكل اللي هتواجهك. الذي لا تنتهي أنغامه. بعد ما بقيت في كليه صيدله وعدى 3 سنين على رحله الثانويه العامه بتاعتي، بس لحد النهارده انا لازلت مقتنع ان السنه دي سنه مختلفه عن كل السنين اللي قبلها وعن كل السنين اللي بعدها. بحس السنه دي كده زي جاب في النص ما بين كل سنين حياتك، مختلفه في كل حاجه عن السنين التانيه. حرفيا انا لازلت مقتنع لحد النهارده ان السنه دي هي واحده من السنين اللي بنت شخصيتي وبنت عمار اللي موجود دلوقتي، وكان ليها تأثير كبير جدا عليا. من اول لحظة دخلت فيها ثانوية عامة كان نفسي في حد من الدفعة الاكبر مني يجي ويقول لي كل المشاكل اللي واجهته في السنة، كل المتغيرات اللي حصلت ليه، تأثير السنة دي عليه، المشاكل اللي واجهته مع اهله. حرفيا كان نفسي حد ياخد لي السنة دي شهر شهر ويقول لي الشهر ده حصل لي فيه كذا والشهر ده حصل لي فيه كذا، والاقي كده رحلة زمنية للثانوية العامة متقال فيها كل المشاكل اللي هتواجهك. ساعتها هاخد النص ده واستفيد منه واشكله انا زي ما انا عايز. بس للاسف ما لقيتش الحاجه دي، فقررت فعلا ان انا اعمل البوينت دي واحاول اسجل رحله الثانويه العامه بتاعتي كامله، واسجل كل المشاكل اللي هتواجهني في كل شهر من الثانويه العامه، وقررت ان انا اشارك ده معاكم. وده بسبب ان من اكبر عيوب الثانويه العامه ان طول ما انت ماشي فيها انت مش عارف انت ماشي صح ولا غلط. انت بتذاكر وبتجتهد وبتنام وبتخلص اللي عليك وماشي مع الكلام اللي بيقوله المدرسين، بس ستيل انت مش عارف انت ماشي صح ولا غلط. ده انا بحكي في حاله الشخص المثالي اللي بيعمل كل اللي عليك، ما بالك بقى لو انت ما بتعملش كل اللي عليك، فده هيكون ستريس اكبر عليك ان انت مش عارف انت صح ولا غلط. وده من عيوب الثانويه العامه اللي انا عايز اقول لك عليها، ان طول ما انت ماشي انت هتفضل حاسس بالشعور ده، لان انت عمرك ما هتتاكد ابدا، لان السنه دي انت بتدخلها مره واحده في حياتك، فبتكون اول تجربه. شهر 8 مثلا اللي هو كان بالنسبه لي يعتبر اول شهر في الثانويه العامه، الشهر ده مر معايا بثلاث مراحل. اول مرحله في بدايه الشهر ده بدات تظهر نتيجه الناس اللي كانوا الدفعه اللي قبلنا. نتيجتهم حرفيا كانت وحشه جدا، ناس كتير بدأوا يقولوا اتظلمنا، ناس كتير يقولوا مش نتيجتنا، وابدا اسمع ارقام غريبه وارقام مريبه كده، حاجه تخليك يعني ايه لو انت لسه بادئ تذاكر تتقفل قبل ما تبدا. النتيجة ظهرت النهارده بتاع التالتة ثانوي اللي فاتت. النتيجة أقرب لشحن تليفون من إنها نتيجة حد بجد. وهنا كان اول مداخل الشيطان ليا، ان هو جه يقول لي طب ما هم اتظلموا يبقى انت هتتظلم زيهم، هو حصل لهم كده يبقى انت هيحصل لك كده، ونفس الاحداث باختلاف الشخصيات الموضوع هيفضل يتكرر، طب ما الناس دي ذاكرت وانت عارفهم بنفسك وحصل لهم كده يبقى ده طبيعي. بس نصيحتي ليك في البوينت دي واللي انا عملت بيها فعلا ان انا ما فكرتش ابدا في اي حد حواليا، وما شغلتش دماغي ابدا باي حاجه بتحصل، او زي ما ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الفكره الحقيقيه ان انا كنت بسعى انا شخصيا ومهتمش باي حد تاني كان بيعمل ايه او ايه اللي حصل للناس التانية، سواء بقى الناس دي اتظلمت فعلا وعايز اقول لك ده كان اوريدي موجود، او الناس دي نتيجتها في الحقيقه. فايا يكن في الحالتين دول ده مش هيفرق في مصيري انا حاجه، لكن ان انا عليا ان انا اسعى بس، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. وفعلا تجاهلت الموضوع ده تماما، وتجاهلت ان في دفعه قبلي ونفس الموضوع انا عايزك تعمله، ودي كان اول حاجه واجهتني في شهر. تاني مرحله بقى هي كميه حيره غير طبيعيه، محتار في كل حاجه حرفيا، محتار ان انا اخد منصه ولا انزل السنتر، محتار ان انا اسهر طول الليل اذاكر ولا انام بدري واصحى بدري، ولو هاخد منصات اخد مع المدرس الفلاني ولا المدرس العلاني، اخد درس واحد في الماده ولا اخد درسين في الماده. حرفيا كميه حيره ما تتخيلهاش. الحل لسه بحاول أظبط نومي الفترة دي، جدول المذاكرة، طريقة المذاكرة، أفهم المواد هتمشي إزاي، حل كتير ولا شرح كتير ولا أفهم كتير، أروح درس ولا لأ، أروح كذا درس يعني ولا لأ مش محتاجة. لا لسه في بداية السنة كمان بحاول أفهم الموضوع، مع ذلك الموضوع حاسس بتعب إن المناهج طويلة جدا والدروس الحل كتير. اللي بيعمله اغلب الطلبه ان هم بيسالوا حد اكبر منهم، حد واثقين فيه، حد جايب مجموع، يبداوا يسالوه وياخد لهم بقى التجربه بتاعته هو شخصيا كامله، ويقول لهم انا في دي عملت كذا وفي النقطه دي عملت كذا. بس نصيحتي ليك ما تعملش كده ابدا، انت خد التجربه بتاعتك انت. يعني ايه؟ يعني انت في شهر 8 9 10 الثانويه العامه الحقيقيه لسه ما بداتش، انت معاك وقت كتير جدا تقعد تجرب انت في المنصات وتجرب المدرسين، تجرب بقى في مره تنام بدري، تجرب تسهر طول الليل. كل التجارب دي انت معاك وقت تقعد تجرب فيها لحد ما تلاقي الانسب ليك واللي بتقدر تطلع فيه انتاجيه اكبر من التاني. فنصيحتي ليك بجد اعمل كده. طب هل ما اخدش نصايح الناس اللي اكبر مني؟ لا، خد نصيحتهم. وايه اللي انت بتعمل ايه في الفيديو ده؟ خد نصيحتهم بس خليك زي ما ربنا قال والذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
القول هنا جه معرفة للعموم والشمول عشان بيستمع لكل القول، بيسمع لكل الناس وبيسمع كل الكلام، بعد كده بنتبع احسن الكلام ده. يعني اسمع من كل الناس كل النصايح، بعد كده حدد النصيحة اللي انت هتمشي بيها والنصيحة اللي انت هتتجاهلها. المرحلة الثالثة بقى في شهر 8 دي ان عقلي بدأ يلعبني وبدأت احس ان الدنيا جميلة. طب ما الفيزياء سهلة اهي، وفي بتساوي اي في ار، والانجليش الكلمات سهلة، والجرامر قديم، والعربي ده قصة طه حسين وشوية نحو قديم برضه وزودنا عليه كلمتين كده، كل حاجة بسيطة. فين بقى الصعوبة في المواضيع دي كلها؟ عشان كده في مواد كتير قوي اتحسنت فيها الحمد لله، مع اني لسه بادئ ولسه سنه. يعني انا اخدت في كل ماده اول درس مثلا، بس حسيت ان انا بتعامل كويس مع الاحياء مع الجيولوجيا، مع اني حاسس ان المواد دي لسه ما بداتش اصلا، بس برضه حاسس ان انا تمكن منها. بص يا صديقي، اللي انا عايز اقوله لك، المواد فعلا سهله والحاجه مش صعبه، وانت هتكتشف كده في اول شهر اصلا، لان انت هتحس ان الدنيا سهله. لكن اللي انا عايز اقوله لك، التحدي في الثانويه العامه حاجتين. الحاجه الاولى ان انت تستمر. فكره ان انت هتكرر السيناريو بتاع اليوم بتاعك 365 يوم، ده التحدي الحقيقي. ان انت تقدر تستمر 365 يوم بتذاكر الجديد اللي عليك وبتراجع القديم وبتفضل ماشي على النمط ده. اول شهر بيكون الموضوع سهل معاك لانه كام يوم في الاول، لكن لما الموضوع بيرجع يتكرر ويستمر معاك، ده بيكون التحدي الحقيقي. والتحدي الثاني ان الاسئله دايما هتلاحظ انها بتكون اصعب من المذاكره. يعني هتحس ان في فجوه كده في الفتره الاولانيه ما بين الاسئله وما بين الحاجه اللي انت بتذاكرها. يعني انت هتكون بتذاكر 1 زائد 1 بيساوي كام، لكن السؤال جاي لك ازاي تصنع من 1 زائد 1 دي قنبله نوويه. فبيكون في جاب كده في الفتره الاولانيه، بس مع الوقت الموضوع ده بيتلاشى. واكتر ماده هتحس فيها في الموضوع ده هي الفيزياء. بعد كده بقى انتقلت لشهر 9. شهر 9 ده بقى كان اول امتحان لكل ماده. جربت امتحن في كل ماده. اول امتحان امتحنته كان امتحان الاحياء عند مستر عبد الله عزت. انا فاكر ان انا طلعت الاول على مجموعتي، بس كنت جايب في الامتحان ده 36 من 50. أول بدأت القصة بالأحياء دي كتير وحليت عليها، وكنت عامل حساب إن الامتحان سهل، الامتحان جه صعب محدش قفله أصلا. جبت أعلى درجة في مجموعتي يعني، بس برضه ما كانتش أحلى حاجة. انا فاكر ان انا اصلا وانا رايح الامتحان، طبعا انا لسه داخل فيه يعني في دفعه قويه جدا عندي بسبب ان انا لسه متحمس. ده تاني شهر في الثانويه العامه، فانا كنت مذاكر جدا ومخلص اللي عليا وحلل من كتب تانية والدنيا تمام جدا. بمجرد ما رحت عند مستر عبد الله وامتحنت الامتحان، انا عامل حسابي ان انا ربع ساعه وهمتحنه على طول وامشي ارجع البيت. الامتحان انا خدت نص ساعه زياده فوق الوقت بتاع الامتحان، وجبت في الاخر 36 من 50. انا ايوه طلعت الاول على مجموعتي، بس انا كنت مصدوم. انا حرفيا كنت حاسس اللي هو الضحك ده يا جماعه ازاي؟ طب انا اعمل ايه قدام؟ طبعا دي كانت اول صدمه تقابلني. فعشان كده انا جاي اقول لك ما تتصدمش من درجات الامتحان في الفتره الاولى، لان ده طبيعي. لان الفكره انا كنت فاكر الموضوع ده يحصل في الاحياء بس، او في مشكله في الامتحان اللي حطه مستر عبد الله، لكن اللي انا عايز اقوله لك انا حصل لي كده في كل المواد التانية. بس مع التكرار والاستمراريه هتبدا تتعود على شكل الاسئله، وتبدا تشيل الجاب اللي ما بين المذاكره اللي انت بتذاكرها وشكل الاسئله اللي بتجيلك. في بوينت تانية بقى عايز اقول لك عليها، عايزك تشيل خالص من دماغك فكره ان انت بتحقق المستحيل، وان انت مفيش منك اتنين، وان العالم كله واقف عليك. لان الموضوع ده لما هتبدا تنقص في الثانويه العامه وتبدا تغلط وتلاقي نفسك مش عارف حاجات، هيخليك تحس كده بصدمه، اللي هو ازاي انا ما عملتش كده؟ ما طبيعي انت ما بتعملش، انت بني ادم بتغلط. فلازم يكون الفكره دي عندك، لان للاسف دي الصوره اللي بيحاول يوصلها لك كل مدرسين الثانويه العامه، ان الثانويه العامه نهايه العالم، وده حلمك وده حلم اهلك وده مستقبلك. طبعا الموضوع كبير ومهم وكل حاجه، بس ده مش نهايه العالم. خليك فليكسبل، خليك مرن، خلي الموضوع في كده شيء من المرونه معاك، بحيث نفسيتك ما تتاثرش بكل حاجه وتبدا الموضوع ده ياثر على مذاكرتك. لا، خليك مرن وخليك قابل ان انت تغلط، انت بني ادم في الاول والاخر.